كيفاش المهاجر الجديد كيحط رجليه في ميريكان لأول مرة ما كتكونش تجربة خاصة، رحلة مصيرية فين كيتجمعوا فيه مجموعة ديال الأحاسيس المتنوعة، رحلة اكتشاف واقع جديد في دولة جديدة بطموحات جديدة. النجاح ديالك في هذه الدولة الجديدة كيتطلب اندماج مع المجتمع اللي مختلف بنسبة كبيرة على المجتمع اللي كبرتي فيه. انت غادي عند الاختلاف، انت غادي عند واحد الناس اللي مختلفين عليك في بزاف ديال الحوايج. هنا فين كيبان الذكاء ديال المهاجر اللي كيعرف كيفاش يندمج ويتأقلم مع الواقع الجديد. السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا والف مرحبا في القناة ديال المهاجر المغربي بصفة خاصة والعربي بصفة عامة. معكم يونس، مهاجر مغربي بحال بزاف منكم. جاتني الفرصة نجي لميريكان وفرحت بزاف، اللهم اديمها نعمة. ولكن ماشي كلشي زوين وسهل كيف ما كنت كنظن. من المواضيع اللي غافلين عليها مجموعة ديال الاخوان اللي تلاقيت بهم هو موضوع الاندماج. اليوم في هذا الفيديو غادي نهضر معكم من القلب كيفاش تندمج في المجتمع الامريكي بلا ما تضيع راسك وبلا ما تنسى اصلك. اليوم غادي نهضروا على موضوع الاندماج، وكندعوكم تركزوا معايا مزيان. واجدين؟ طلع دير هذيك الصمتة. Let's go! النقطة رقم 1، تعريف الاندماج. باش نعرفوا راسنا علاش داوين كان من الضروري نبدا الفيديو بهذه النقطة المهمة اللي هي تعريف الاندماج. اي واحد فينا مختلف كليا ولا جزئيا على الاخر، كيف ما كاينين اختلافات اكيد كاينين نقط مشتركة اللي كتجمعنا، بل ابعد من ذلك يقدر يكونوا جوج خوت في نفس الدار عندهم نفس الوالدين كياكلوا من نفس الماكلة، ولكن كل واحد فيهم عنده عالم خاص به. التواجد ديالك في دولة متنوعة ثقافيا بحال أمريكا كيتزادوا نقاط الاختلاف وكينقصوا شوية النقاط المشتركة. باش توضح الصورة، كاين مناطق في المغرب الضيف واخا يكون كيموت بالجوع ديما كيتسنى منك هذيك كل مرحبا دارك باش ياخذ راحته في الماكلة. كاينين بعض المناطق في المغرب ديالنا الا قلتي لشي واحد كول ولا كل هاد الحيمة غادي يحبس مباشرة الماكلة. اللي بغيت نوصل لك كل منطقة عندها عاداتها وثقافتها. في ميريكان في بعض المواقف هذاك الصواب والظرافة بزاف كيشوفوها ضعف، كيبغيو الانسان يكون قوي. هذا الاختلاف في الثقافات كان في الماضي وكاين في الحاضر وغادي يبقى في المستقبل. الاختلاف ديالك ضرورة ماشي بين يدين شي واحد. من المفاهيم الخاطئة والشائعة هي ملي كيصحاب ليك بلي خاصك تكون فوتوكوبي ديال واحد الانسان باش تندمج معاه، خاصك تلبس نفس اللبسة، يكون عندك نفس التصرفات، تتشبع بنفس الأفكار، تعيش نفس أسلوب الحياة، تحسن نفس التحسينة إلى آخره. هذا ماشي هو الاندماج، هذه سميتها التبعية العمياء اللي ما عندها لا راس ولا رجلين. شنو هو الاندماج؟ الاندماج هو فاش كتدخل لبنادم في عقله، كدير راسك في بلاصتو، كتحاول تفهمه، كتحاول تحس به، كتفهم العقلية ديالو. الاندماج هو واحد الفن اللي كيعتمد على الاوبن مايند، وكتولي تفهم الاخر وكتعرف كيفاش كيشوف الحوايج، كيفاش كيشوفك انت كمهاجر، شنو هما الحوايج اللي كتوقع منك، وكيفاش ممكن تقدم ليه الاختلاف ديالك بطريقه فنيه، كيفاش ممكن تهضر على راسك وتخليه يفهمك. يعني يمكن نتلاقى بواحد الانسان ونهضر انا وياه في كل المواضيع وما كاينش مشكل، نبقى محتفظ بالمبادئ ديالي وما نتسناش منه يتخلى على المبادئ ديالو. كناخذ منه شي حوايج ولكن ما كنعيش الحياة ديالو تماما، ما كنبدلش الهوية ولا الدين ديالي على قبله. الاندماج ماشي هو تعيش اسلوب الحياة ديالهم، الاندماج ماشي هو تحيدي حجابك، الاندماج هو تعرف الليميتس ديالهم، الاندماج هو تعرف الحوايج اللي ما كيقبلوش، كتعرف على الثقافة ديالهم، كتعرف كيفاش تأدابط معاهم. الاندماج هو تعرف امتى تسكت وامتى تدوي، كيفاش تقدم لهم الفكرة ديالك، تعرف امتى تقول هذه وامتى تقول الاخرى، تعرف كيفاش تسول السؤال، تلاحظ التصرفات ديالهم وتاخذ منهم المسائل اللي غادي ينفعوك. كتلقى دولة كاملة محتفلة بالكريسماس وواحد قال لك هابي كريسماس، كيفاش غادي تجاوبوا؟ هذيك الطريقة الفنية راه هي الاندماج. كنتمنى تكونوا فهمتوا شنو هو الاندماج وتعرفوا الفرق اللي بينه وما بين الانصهار. النقطة الثانية، تقبل الواقع الجديد. اول حاجة خاصك تعرفها، هذه بلاد جديدة، نظام جديد، ناس مختلفين. في الاول فاش غادي تهاجر لامريكا غادي تحس بالانبهار فيما يخص الطرقات، النظام، النظافة والاحترام، وغادي تشوف حتى الاختلاف الكبير اللي ما بين البلاد ديالك الام اللي هو المغرب والوطن الجديد ديالك اللي هو امريكا. وبكل صراحة الايام الاولى ما كاينش بحالها، كدوز حلوة بزاف،
من بعد غادي تبدا تتوحش مولين الدار بزاف، وغادي تدوز شويه ديال الهوم سيكنس. بمعنى اخر غادي تحس بالغربه، غادي تحس بالحزن ولا حتى بالوحده، وهذا الشيء عادي، وهذا الشيء هو اللي خاصو يوقع اصلا. وانت كدوز هذا الشيء كاع كامل ديما تفكر بلي راك انت اللي اختاريتي تجي هنا، انت اللي بغيتي وحتى واحد ما فرضها لك. داكشي علاش خاصك تتقبل الواقع وتقول انا هنا وغادي نبني حياتي طوبه طوبه، وغادي نوصل للاهداف ديالي خطوه خطوه. انت ما جيتيش هنا باش تبقى جالس في القهاوي، انت جيتي هنا على قبل اهدافك. انت ما جيتيش هنا باش دير داكشي اللي بغيتي، انت جيتي هنا باش دير داكشي اللي خاصو يدار. انت ما جيتيش هنا باش تبقى تبكي على الام ديالك، انت جيتي هنا باش تحقق لها جزء من الاحلام ديالها. امريكان زوينه ولكن ماشي جنه. الا ما خدمتيش شكون اللي غادي يعقل عليك؟ ها هما عينيهم زرقين وكيطلبوا في الزناقي. الحل الوحيد اللي عندك يا صديقي هو تتقبل الواقع بالزوين وبالخايب ديالو. حتى واحد ما فرض عليك باش تجي لامريكا وانت اللي اختاريتي، ولكن فاش كتجي لامريكا خاصك تتقبل الواقع الجديد. فاش كتقبل هذا الواقع الجديد كتولي واقعي وكتولي مركز على حياتك اكثر. اكبر خطا كيديرو المهاجر الجديد بحال ما كيقبلش الواقع الامريكي. وباش تتفادى هذا الخطا يا صديقي عمرك تحاول تقاوم المجتمع اللي انت عايش فيه، حيت غادي يغلبك. عمرك تحاول ترفض المجتمع اللي انت عايش فيه، حيت هما بزاف وحنا شويه، غادي يرفضونا. دير راسك في بلاصتهم. تخيل معايا هاد الافارقه جنوب الصحراء اللي كيدخلوا للمغرب يكونوا ما حاملينش المغرب، واش في نظرك المواطنين غادي يبغيوهم؟ الجواب صحيح، عمرهم ما غادي يقبلوهم. كذلك ومثال فاش غادي تتقبل الواقع الامريكي وتخرج تعيش فيه وتواجهه، غادي تحاول تعرف كيفاش تتعامل معاه. الخلاصه ديال هذه النقطه، بغيت المهاجر الجديد يتبنى عقليه اللي غادي تعاونو على الاندماج. خاصو يقول انا ما بقيتش في المغرب، هذوك الاحاسيس ديال كنبكي على والديا ولا كنفكر فيهم ما عنده فاش ينفعوني. خاصني ندبر على راسي، خاصني نفهم هذا المجتمع اللي عايش فيه، خاصني نركز، خاصني نوصل، خاصني ما نوليش ضحكه. هاد العقليه كتعاونك فعلا باش تتعايش مع الامريكيين، وكيسهل عليك الاندماج لواحد درجه ما كتصورش. الله يسهل على الجميع. النقطه رقم 2، تعلم اللغه. كيف ما كنعرفوا الانسان كائن اجتماعي فطريا، هو اصلا مخلوق باش يكون داير بالناس ماشي يكون بوحدو. باش تندمج مع المجتمع خاصك تكتسب مهارات التواصل، وهنا فين كتبان الاهميه ديال اللغه، سواء اللغه الشفويه ولا لغه الجسد. كيف ما كنعرفوا الانسان في الحياه اليوميه ممكن يبغي يسول شي سؤال، يوصل فكره، يهدر على حقه، يعطي راي ديالو، يعبر على احساس. بدون اللغه السؤال والاتصال والهضره والتعبير كيصعب، وبالتالي الاندماج كيزيد يتعقد وكتاخذ مده اطول باش تندمج. ماشي ضروري تكون بيرفكت ولا مثالي، ولكن خاصك تفتح الفم ديالك، تهدر، تغلط وتتعلم. هادشي كامل كيبغي غير الزعامه. انا شخصيا كنت كنخاف نهضر، ولكن بشويه بشويه بديت كنحاول، ولاحظت الامريكان كيحاولوا يعاونوني. حنت الانسان اللي كيشوف بلي انت عندك كلمات وكدير مجهود حتى هو كيبغي يتعاون معاك. ومع الوقت زعمت وليت ما كنخافش نقول لهم راني ما فهمش. الحاصل شارك في الدروس، حضر في المكتبات وحتى في الجمعيات. كل كلمه كتعلمها غادي يجي الوقت المناسب فين تستعملها. اللغه الانجليزيه ما عندهاش فاش تاديك، كامل رباح، وانت كتعلم في نفس الوقت كتفهم العقليه الامريكيه، ومع الوقت كتولي تفهم الجوكس ولا هذاك الضحك ديالهم، وكتأقلم مع المجتمع الامريكي. اول مفتاح ديال النجاح في امريكا هي اللغه. النقطه الرابعه، حافظ على دينك وهويتك. امريكا بلاد الحريه، هذا ما كيعنيش غير حريه الانحلال والانسلاخ، انما هذا كيعني باللي امريكا عطيك الحريه حتى باش تمارس الدين والمعتقدات ديالك حتى هما. امريكا كدوله براسها باغا يكون عندها تنوع ثقافي في البلاد، يعني باغا ناس يحافظوا على جزء من هويتهم وثقافتهم. في حاله جيتي وليتي نسخه طبق الاصل لواحد الشخص امريكي، فراك درتي خلل في التوازن الثقافي. من المحزن جدا شي وحدين مع الدخله اللي كيبدل الدين ديالو، اللي كتحيد الحجاب، اللي كيحشم من انت مغربي ديالو، اللي كتولي كترضى بشي معامله. اللي بغيتك تفهم اخويا المغربي اختي المغربيه، بلي واخا تبغي تندمج ماشي معناها تنسى راسك. حيت كاين واحد الفرق صغير بزاف ما بين الاندماج والانصهار. حيت الاندماج في العقليه والفهم، والانصهار في الشكل واللبس. افتخر باصلك، بلغتك، بالاسلام ديالك، ولكن خليك محترم الناس ومنفتح.
ما تحشمش تقول لهم انك كتصلي ولا كتعبد الله. ما تخجلش تقول لهم انك مغربي ولا امازيغي ولا كتهضر العربيه ولا من واحد المنطقه معينه. خلي في بالك باللي النهار الاول اللي دخلتي فيه لامريكا راهم عارفينك باللي انت مغربي ومسلم وعطاوك الفيزا باش تدخل، يعني هما قابلين معتقداتك كيف ما هما. الميساج اللي باغي نقول ليك: صلي، دعي، خليك مع الله، ما تبدلش راسك على قبلهم. هذاك الاختلاف ديالك في العادات والتقاليد هو الحاجه اللي كتميزك في المجتمع الامريكي، هو الموضوع اللي غادي تهضر عليه فاش تتلاقى مع شي واحد. الناس اللي في امريكا ملي غادي يعرفوك بلي انت مغربي مثلا غادي يبغيو يعرفوا عليك شي حوايج، على اللغه اللي كتهضر بها وعلى اللغات اللي في بلادك، على دينك وعلى معتقداتك، على عاداتك وعلى تقاليدك، على الماكله وعلى المطبخ المغربي، على المدن السياحيه والرياده في المغرب، على ثقافتك وعلى تجربتك في امريكا، وعلى بزاف ديال الحوايج اللي عندهم علاقه بك. ملي كتعطيهم حتى هما كيعطيوك، وبحال هكذا كتطور المحادثه. هذاك الاخذ والرد هو اللي كيخليك تفهم وتندمج معاهم، كتحط راسك في بلاصتهم وكيحطوا راسهم في بلاصتك. هذه فرصه من جهه باش تفهم التقاليد، الاعراف، التاريخ والعادات ديالك، ومن جهه اخرى كتعرف على التقاليد، الاعراف، التاريخ والعادات ديال الشعب الامريكي. داكشي اللي مزيان ليك خليه ليك وعيش به، وداكشي اللي ما عندك ما دير به لوحو وعمرك تلفت ليه. عرف باللي شي حوايج مقبولين في المغرب ما مقبولينش في ميريكان والعكس صحيح. مثلا عدم الحضور ديالك في الوقت، عدم الانضباط، عدم احترام المواعيد ممكن يديروا ليك عرقله في العلاقات مع الاخرين. ولكن الدين ديالك، الثقافه ديالك، عاداتك وتقاليدك ممكن يعطيوك محادثه جميله وممكن تدخل قلوب المواطنين الامريكيين. خاتمه خويا اختي، الاندماج حاجه معقده، ولكن الا درتي بالمعلومات اللي شاركت معاك في هذا الفيديو غادي يسهل عليك بزاف. ولاي واحد كيصعب عليه الاندماج بغيت نقول ليه راك ماشي بوحدك، كلنا دزنا من نفس الطريق. الغربه صعيبه ولكن الله كبير وانت قدها، خاصك غير تكون صبور. خلي الثقه في الله سبحانه وتعالى وخلي المحبه في القلب، وإلا كنتي واصل شويه دير على وجه هذيك البلاد وعاون خوتك في الغربه. وخا ندامجوا، ما نساوش بعضياتنا وما نساوش راسنا. في الفيديو ديال اليوم هضرنا على 4 ديال النقاط رئيسيه. اولا تعريف الاندماج، ثانيا تقبل الواقع الجديد، ثالثا تعلم اللغه، رابعا حافظ على دينك وهويتك. صوبت هذا الفيديو باش نبارطاجي معاكم كيفاش تندمجوا. هادشي خدا مني وقت طويل، ما تبخلوش عليا بهذيك اللايك. اعطيني الراي ديالك في التعليقات وقول لي شنو الحاجه اللي نسيتها. شارك في القناه باش تكبر العائله وبارطاجي مع اي مغربي في الغربه. وصلنا للقوله ديال الفيديو. القوله ديال اليوم هي America is not merely a nation but a nation of nations. يعني امريكا ماشي غير امه ولكن امه ديال الامم. هاد القولة كتبين بلي التنوع هو واحد من اقوى الحوايج اللي كتميز المجتمع الامريكي. يعني امريكا ما رافضاش الافكار ديالك ولا جزء من الثقافه ديالك، هي اصلا مؤسسه باش تكون مكونه من بزاف ديال الثقافات. كان معكم يونس، كل شيء ديال الله. السلام عليكم.